يا برج الجوزاء عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنتكلم النهاردة عن أهم التوقعات الحلوة والمميزة لشهر سبتمبر 2025. بصراحة الشهر ده قيم جدا بالنسبة لك. قيم في ايه؟ قيم في انك هتعدل مسار حياتك بشكل كامل، ودي تعتبر من أحلى وأجمل النقاط الإيجابية. هيكون عندك طموح مستمر إنك تبقى الأفضل، تصلح خطواتك، تصلح أخطائك كمان، وتعيد ترتيب حياتك من جديد. وده من أكتر الحاجات اللي بالفعل انت ماشي فيها دلوقتي. في بداية الشهر عندك تربيع بيجمع بين أورانوس شمس السرطان وشمس العذراء، والجو ده بيخليك كأنك بتعيد تأهيل نفسك أو بتراجع كل حساباتك. يعني ممكن تلاقي نفسك بترجع تفكر في حاجة دخلتها قبل كده، هل القرار ده كان صح؟ هل كان غلط؟ هل محتاج أغيره؟ بتعيد ترتيب قراراتك كلها من أول وجديد، ولو في قرار أخدته وطلع مش مناسب هتلاقي نفسك بترجع تصلحه أو تعدله. وده بيودينا للنقطة التانية، عندك قابلية قوية للتغيير ورغبة إنك تكون الأفضل. أما على مستوى العيلة فالمشاكل العائلية أو الضغوط أو حتى الخلافات القديمة عندك نية وإرادة صافية إنك تصلحها. يعني حتى لو في سوء تفاهم مع حد من العيلة أو مع ناس مقربين فهتلاقي نفسك بتصفي الأمور ومش عايز تدخل في أي مشاكل. بالنسبة بقى للناس اللي بيتعبوك أو عاملين وجع دماغ فهتقول بقى خلاص كفاية، مش هتعامل معاهم تاني. لكن الناس الكويسة اللي بينك وبينهم سوء تفاهم بسيط هتصلح الموضوع وتعدل العلاقة. أما بخصوص الأمور العقارية أو الممتلكات فلو عندك نزاع على ملكية أو ورق أو أي حقوق هيكون في أخبار حلوة جدًا في صالحك. هتلاقي ورق بيرجع لك بشكل مفاجئ أو حق بيرجع لك سواء بالطرق الودية أو القانونية. الموضوع هيتم بسرعة وهتستغرب من سهولته، بس كله لصالحك انت. كمان عندك مشروع أو فكرة قديمة كانت في دماغك هتبدأ تشتغل عليها دلوقتي فعليا. ممكن تكون فكرة مهنية أو شراكة اتعرضت عليك قبل كده. المرة دي هتراجع تفاصيلها كويس وهتشوف ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، وبعدها تاخد القرار إنك تبدأ وتكمل فيها. أما على المستوى العاطفي يا برج الجوزاء عندك مشاعر متقلبة شوية. لو في حد سواء حبيب أو من العيلة كنت على خلاف معاه عندك حنين ناحيته ورغبة في إصلاح العلاقة. عندك قدرة على التسامح وعلى إنك تبادر وتاخد خطوة تجاه الصلح، ودي حاجة مهمة جدا لأنه بيخليك تحس براحة نفسية كبيرة. حتى العلاقات اللي فشلت أو اللي ملهاش لازمة هتخرج منها بهدوء وسلام نفسي. يعني إما نبعد بالمعروف يا نقرب بالمعروف. الهدوء النفسي ده يا جوزاء هيأثر عليك بشكل إيجابي جدا، هيخليك تهتم بنفسك أكتر وبصحتك وبجسمك وبنظام أكلك وشربك وحتى بروتين حياتك. هتحس إن السلام النفسي هو المفتاح الأساسي لصحتك الجسدية، وده هيديك قوة وإرادة لعلاج أي مشكلة صحية أو أي تعب. لو جينا بقى للجانب العاطفي المستقر فأنت والشريك هتكونوا بتميلوا للاستقرار المزدوج. يعني مش بس استقرار زي ما هو، لأ، عايزين تكبروا وتزودوا من استقراركم. هتهتموا أكتر بالشريك وبالأولاد وبالمستقبل، حتى الخلافات الصغيرة هتحاولوا تقفلوها عشان ما تكبرش. عندك صفحة جديدة يا جوزاء مع شريك حياتك مليانة استقرار واهتمام وحب. كمان في عندكم احتمالية قوية جدا لخبر حمل أو ولادة، ودي من الأخبار الجميلة اللي هتفرح ناس كتير قوي من مواليد برج الجوزاء. أما على مستوى الصحة فزي ما قلتلك يا جوزاء عندك إرادة قوية للعلاج والاهتمام بنفسك. أي تعب هتعرف تتعامل معاه. مشاعرك كمان أهدى، يعني حتى لو في مواقف بتستفزك أو ناس بتحاول تنرفزك هتلاقي نفسك واخد الوضع ببرود وهدوء. مش فارق معاك مين بيقول ايه، اللي هو اتعودنا خلاص. يعني كده بقيت بتتعامل بليونة أكتر، ودي حاجة ممتازة لأنها بتريح دماغك ونفسيتك. أما بقى الفترة الأقوى ليك في الشهر ده كله فهي الأسبوع الأخير مع دخول شمس الميزان. هناك بقى هتحس بالانفراجة الكبيرة، كأنك كده شخص جديد تماما، عندك بداية جديدة وحالة مختلفة تماما. هيكون في تواصل إيجابي مع العيلة، أخبار حلوة جدا مرتبطة بالحمل أو الولادة أو الأولاد. الأجواء كلها بتدعم صحتك النفسية والجسدية بشكل كبير جدا. يعني أقدر أقولك كده يا جوزاء إن سبتمبر 2025 بالنسبة لك هو شهر مراجعة إصلاح وبدايات جديدة كمان. الأسبوع الأخير كمان هو أحلى فترات الشهر كله. بتمنى لكم كل الخير والسعادة يا أحلى برج. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب في القناة وتفعيل زر الجرس. ودلوقتي هقول لكم باي باي يا برج الجوزاء.